من ألذ الأطباق الجانبية بيسد معاكي في أي عزومة ومناسب جدا لعزايم رمضان، وهو الكشك. كوباية من الزبادي، في نفس الكوباية هعاير كوباية ونص من الدقيق و3 كوبايات من الحليب، هقلبهم كويس وهسيبهم قبل ما نعمل الكشك بنص ساعة كده. كل ما يختمروا مع بعض بيبقى طعمه أحلى. هاخد بقى حتة كده من صدر الفرخة واقطعها نسايل، واحنا ممكن ما نضيفش الفراخ، بيبقى برضو طعم الكشك جميل برضو. هبشر بصلاية وهدبلها كويس مع حتة زبدة، بس خلي بالنا لحسن البصلة تحمر ويبقى يأثر مع لون الكشك معانا. احنا عايزين الكشك على قد ما نقدر يبقى لونه ابيض. يعني انا حتى ما ضفتش على الشوربة بتاعتي فلفل اسود. هنضيف بقى كوبايتين من الشوربة عشان البصلة تستوي معانا. بعد كده هننزل بنسايل الفرخة غلوة، وهننزل الخليط بتاعنا وهنقلب تقليبتين. لو حسينا القوام تقيل قوي هنزود حليب او شوربة. احنا عايزين قوام الكشك ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي.